أستراليا. قبل ما نشتغل على التضاريس تعالوا مع بعض نشوف قارات العالم ونفتكر ايه اللي احنا خدناه في الدرس الأولاني وبعدين ناخد تضاريس كل قارة لوحدها. طيب، مساحة واسعة من اليابس، مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول. طيب، واتفقنا ان مساحة الكرة الأرضية كلها 510 مليون كيلومتر مربع، تنقسم إلى يابس وماء. يعني إيه كلمة يابس؟ اليابس الأجزاء اللي أعلى من مستوى البحر، ودي مساحتها 29.3%. طيب، المية اللي هي كل أنواع المية اللي عندنا، بحار، محيطات، أنهار، كل أنواع المية اللي عندي. تمام. وقلنا أنا عندي المفروض أرتب القارات، أرتب المحيطات، وكمان أعرف دوائر العرض الرئيسية اللي عندي. دي أول معلومة خدناها في الدرس الأولاني. جينا نرتب القارات، قلنا أكبر قارة عندي قارة آسيا، وبعدين قارة أفريقيا، وبعدين أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، قارة قطبية، أوروبا، أستراليا. يبقى أنا لما رتبت القارات قلت عندي قارة آسيا، وبعدين أفريقيا، وبعدين أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، قارة قطبية، أوروبا، أستراليا. وعرفنا إن أكبر قارة هي قارة آسيا، أصغر قارة قارة أستراليا، تاني قارة في المساحة هي قارة أفريقيا. تمام. بعد كده رتبت المحيطات من الكبير للصغير. أكبر محيط عندي المحيط الهادي، أكبر محيط المحيط الهادي، الهادي العائل على الجنبين هنا، المحيط الهادي. تمام. بعد كده قلت عندي المحيط الأطلنطي، وبعدين المحيط الهندي، وبعدين المحيط قطب جنوبي، قطب شمالي. رتبتهم من الشمال لليمين: هادي، أطلنطي، هندي، قطب جنوبي، قطب شمالي. بعد كده دخلت على أهم دوائر العرض الرئيسية. أقصى الشمال فوق عندي هنا دائرة قطبية شمالية، أقصى الشمال هنا دائرة قطبية شمالية، أقصى الجنوب دائرة قطبية جنوبية. قطع رجل القارات عندنا هنا مدار السرطان، هيعدي على أفريقيا في النص خط الاستواء. بعد كده عندي عدى على أستراليا مدار الجدي، مدار الجدي. دي دوائر العرض الرئيسية. وطبعا احنا عندنا في الامتحان اي خريطة يجيبها لازم سؤال اساسي عندي يسألك على محيط وعلى دايرة عرض، ده بخلاف التضاريس اللي احنا لسه هنشتغل فيها دلوقتي. كمان اتكلمنا على موقع فلكي وموقع جغرافي. قلت لك فلك ارقام الموقع بالنسبة خطوط الطول ودوائر العرض اسمه موقع فلكي، اما الموقع بالنسبة للاماكن الاخرى المحيطة بالقارة اسمه موقع جغرافي، اسمه موقع جغرافي. قلت لك عندي حاجة اسمها دولة جزرية. يعني ايه دولة جزرية؟ يعني دولة عبارة عن جزيرة، يعني دولة عبارة عن جزيرة، ماشي، أو جزء من الجزيرة. الدولة شبه الجزيرة أو هي جزء من الجزيرة. طيب، تعالوا نشوف دلوقتي في درس التضاريس. تضاريس يعني الحاجة بقى اللي هفرش بيها القارة بتاعتي، يعني جبال، يعني هضاب، يعني سهول. يبقى لما يجي يقول لي كلمة تضاريس، التضاريس دي عبارة عن ايه يا ولاد؟ التضاريس يعني الحاجة اللي هنفرش بيها القارة، سواء جبال، سواء هضاب، أو سهول. أو القارة عندنا هي قارة آسيا. طيب، تعالوا نتعرف على تضاريس قارة آسيا ونشوف أهم مظاهر القارة ايه. مالها قارة آسيا؟ قال لي تعالوا نتعرف على الجبال بتاعة قارة آسيا. قبل ما ناخد قارة آسيا بتضاريسها، تعالوا نفتكر قارة آسيا في الدرس الأولاني كنا بنقول فيها إيه. آدي قارة آسيا بيعدي عليها كام دايرة عرض رئيسية؟ 3. أقصى الشمال دائرة قطبية شمالية، وبعدين بيقطع رجلها مدار السرطان، وبعد كده عندي هنا خط الاستواء. تمام. بعد كده بيقول لي عايزة أعرف ملامح قارة آسيا. شمالها إيه؟ محيط قطبي شمالي، شرقها المحيط الهادي، جنوبها المحيط الهندي، غربها قارة أوروبا. يبقى ده اسمه الموقع الجغرافي للقارة: محيط قطبي شمالي، الشرق محيط هادي، الجنوب محيط هندي، الغرب قارة أوروبا. قلت لك تعتبر آسيا شبه جزيرة لأن يحيط بها المياه من 3 جهات. خدنا حبة معلومات عن أوروبا، عن آسيا، وقلت لك
بتفصل آسيا عن أوروبا جبال أورال، جبال أورال، وعن أفريقيا بحرين ومضيق، وعن أفريقيا بحرين ومضيق، ماشي، اللي هو البحر المتوسط والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. آسيا جزرها كتير، يابان وفلبين، يابان وفلبين. يابان هنا فوق مدار السرطان، وفلبين بين مدارين اللي هم السرطان والجدي. يابان وفلبين فيها شبه جزيرة، شبه جزيرة الملايو، وشبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة ايه؟ العربية. وقلنا ان اكبر بحر مغلق فيها هو بحر قزوين. دي معلومات اساسية خدناها في الدرس الاولاني. ارجع لي تاني. اتكلمنا على قارة اسيا، كم دايرة عرض اساسية؟ 3. دائرة قطبية شمالية، بعد كده سرطان، وبعد كده استواء. طيب، شمالها محيط قطبي شمالي، شرقها محيط هادي، جنوبها محيط هندي، غربها قارة أوروبا. بتفصل آسيا عن أوروبا جبال أورال، بتفصل آسيا عن أوروبا جبال أورال. عن أفريقيا بحر ومضيق، عن أفريقيا بحر ومضيق. آسيا جزرها كتير، يابان وفلبين. يابان فوق السرطان، فلبين بين مدارين، فيها شبه جزيرة مالايو العربية. أكبر بحر مغلق، أكيد بحر قزوين. تقترب، تقول لي مضيق، تقترب آسيا من أفريقيا عند باب المندب، وآسيا من أمريكا الشمالية هنا في مضيق اسمه بيرنج. تعالوا نتكلم على تضاريس قارة آسيا. يعني إيه تضاريسها؟ يعني جبال، يعني هضاب، يعني سهول. طيب، في نص آسيا هنا عند رجلين الفيل الكبير ده، في نص آسيا هنا ادي الفيل بتاعنا، في نص آسيا هنا عندي جبال الهيمالايا. في نص آسيا عندي جبال ايه يا بنتي؟ الهيمالايا. الهيمالايا أعلى جبال في أمريكا، جبال الهيمالايا. فيها قمة إيفرست. الهيمالايا هنا عند رجليه بتوع الفيل ده، ادي الفيل بزلمته وبطن الفيل وادي رجليه. في نص آسيا جبال الهيمالايا. في الشرق جبال اليابان، في الشرق جبال اليابان. في الغرب زجروس متنية معوجة هنا عند ايه؟ عند العراق وإيران، زجروس. وعندي في الشمال هنا جبال طوروس في تركيا. انا خلصت الجبال، سهلة جدا. الجبال بتاعت آسيا، في نص آسيا جبال ايه؟ الهيمالايا، فيها أعلى قمة إيفرست. في نص آسيا عندي جبال الهيمالايا. في الشرق جبال اليابان، عند راس الفيل ده جبال اليابان. في الغرب زجروس وطروس، زجروس وطروس. زجروس فين يا ولاد؟ بيجي يسألك أين تقع جبال زجروس؟ أقول له في العراق وإيران، العراق وإيران. أين تقع طروس؟ طروس في تركيا، طروس في تركيا. أنا خلصت الجبال بتاعت آسيا، سهلة كده. هيمالايا في نص آسيا جبال الهيمالايا، في الشرق جبال اليابان، في الغرب زجروس وجبال طروس. طيب، الهضاب. الهضبة دي يا ولاد أرض مرتفعة، ماشي، سطحها مستوي أو شبه مستوي. طيب، في هضبة رخمة كده متبتة غلسة. قالت لي أنا لازم أكون قاعدة عند الجبال، أنا أعلى من قمم الجبال، وفيا قمم مرتفعة جدا. تعالي، انت اسمك هضبة ايه؟ قالت لي والله أنا اسمي هضبة التبت. هضبة ايه؟ التبت. طيب، تعالي يا هضبة، انت اسمك هضبت؟ قالت لي اسمي هضبة التبت، انا رخمة وتبتة. انا هضبة التبت. مكانك فين يا هضبة؟ قالت لي انا مكاني هنا فوق جبال الهيمالايا، انا تبتة ورخمة. اه سموني سقف العالم لاني اعلى من قمم الجبال. يبقى التبت دي تسمى سقف العالم. وبيجي سؤال بما تفسر، بما تفسر تسمى هضبة التبت سقف العالم. تقولي لانها اعلى من قمم الجبال، تعلو قمم الجبال. تبتة رخمة قاعدة عند جبال الهيمالايا. تمام كده. طب الراجل اللي تحت ده جده اللي قاعد تحت ابو دقن طويله ده، جده. مين جده ده؟ ده هنا هضبه اسمها هضبه الدكن. راجل كده لما يكون راجل بدقن طويله، دقن الراجل دي اسمها هضبه الدكن. بدل ما اقول الدقن قلت الدكن. التبت والدكن، التبت والدكن. والهضبه الاخيره عندي هضبه شبه الجزيره العربيه. كم هضبه يا ولاد؟ 3. التبت، الدكن، شبه جزيرة. التبت، الدكن، شبه جزيرة. أنا خدت 3 هضاب. التبتة
وهضبة الدقن شبه دقن الراجل كده، وهضبة شبه الجزيرة الايه العربية. حلو، يبقى انا كده اتكلمت على جبال اسيا واتكلمت على هضاب اسيا. ايه السهول؟ انا عندي سهول ساحلية اللي قدام المية. السهول الساحلية تمتد بطول البحار. السهل الساحلي تقول لك انا رايح اصيف، رايح الساحل، الساحل ده اللي قدام البحر. طيب السهول الفيضية اللي بتكونها الانهار، التربة خصبة صالحة للزراعة. السهول الساحلية بتاعت قارة آسيا واسعة. السهول الساحلية بتاعت قارة آسيا إيه؟ واسعة. إيه السهول الساحلية اللي فيها؟ أول سهول ساحلية عندي سهول سيبيريا. عندي سهول قصدي السهول الفيضية بتاعتي هنا عندي. أول حاجة قلت لك السهول الساحلية كلها واسعة، يعني الشاطئ بتاع قارة آسيا كله واسع، الشواطئ بتاعتها كلها واسعة، مفيش حاجة بتعوقها. خلاص يبقى أنا عرفت إن السهول الساحلية بتاعت قارة آسيا واسعة. طب السهول الفيضية كم نوع؟ اول حاجه السهول الفيضيه اللي بتكونها الانهار، ايوه تربه خصبه صالحه للزراعه. تمام. عندي سهول فيضيه سيبيريا الشماليه، عندي سهول فيضيه سيبيريا الشماليه. سهول سيبيريا الشماليه ست سوسو هانم دي عندها ثلاث انهار. نهر اسمه ايه؟ اوب، ونهر اسمه ينسي، ونهر اسمه لينا. اوب وينسي ولينا. يبقى الست سوسو هانم دي عندها ثلاث بنات، بنت اسمها اوب، وبنت اسمها ينسي، وبنت اسمها لينا. الثلاث بنات دول لا بيساعدوا مامتهم ولا بيخدموها ولا ليهم اي لازمه في البيت، ما لهمش اي قيمه اقتصاديه. فبتقول لك ايه؟ الثلاث بنات دول ما لهمش قيمه لانها بتتجمد شتاء، بتصب الميه بتاعتها في المحيط القطبي الشمالي، يعني متجمده شتاء، مش هستفيد منها حاجه في الزراعه، مش هتساعدني في اي حاجه. اللي هي مين؟ اللي هي أوبو يانسي ولينا دول أقل أهمية اقتصادية عشان بتتجمد في فصل الشتاء. عندي سوهو الفيضية سيبيريا الشامة ليا ندى. أوبو يانسي ولينا، أوبو يانسي بالترتيب من الشمال لليمين. أوبو يانسي ولينا اللي فايدة لينا ملهاش قيمة اقتصادية بتتجمد في الشتاء. سهول سيبيريا سوسو هانيم دي عندها ثلاث بنات، أوب يانسي لينا، أوب ينسي لينا. عندي سوهو الفيضية سيبيريا الشمالية. أبو ينسي ولينا قال لي فايدة لينا ملهاش قيمة اقتصادية. لماذا تقل القيمة الاقتصادية لأوب وينسي ولينا؟ أقول له لأنها تتجمد شتاء. لأنها تتجمد إيه؟ شتاء. السهول الفيضية التانية عن السهول الموجودة في الشرق بقى، عندي سهول شرقية، عندي سهول شرقية منشوريا وشرق الصين. راس وبطن الفيل. ايه ده راس وبطن الفيل؟ ادي سهل اسمه منشوريا، ده راس الفيل اهو، ادي الفيل بودانه اهو. راس وبطن الفيل. عندي سهول شرقيه، شرق ايدك اليمين اللي بتاكل بيها. عندي سهول شرقيه برضو، دي سهول فيضيه شرقيه. منشوريا، منشوريا وشرق الصين. راس وبطن الفيل. اهم نهري فيها ينجستي اللي محليها. مين اللي عمل السهول دي؟ نهر الينجستي، نهر الايه الينجستي. اه الراجل ابو دقن ده زعلان انه قرع ما عندوش شعر. قلت له طب تعالى انا احط لك شويه شعر هنا. نهر هنا اسمه نهر السند بيصب في الايه في المحيط الهندي او البحر العربي، ونهرين هنا اسمهم نهر دجله ونهر الفرات بيصبوا في الخليج العربي. انا خلصت كل تضاريس قارة اسيا، ارجع لي تاني. انا بتكلم دلوقتي على السهول، انا عندي انواع السهول. السهول الساحلية كلها واسعة. طب السهول الفيضية كونها الانهار التربة الخصبة الصالحة للزراعة. عندي سهول ايه؟ سيبيريا الشمالية، سيبيريا الشمالية. أبويا سيولينا قال لي فايدة لينا ملهاش قيمة اقتصادية. ليه؟ لأنها تتجمد شتاء، لأنها تتجمد شتاء. عندي سهول شرقية، عندي سهول شرقية منشوريا وشرق الصين، منشوريا وشرق الصين. راس وبطن الفيل، راس وبطن الفيل. أهم نهري فيها ينجست اللي محليها. ايه تاني؟ عندي السند في الهندي، السند في الهندي. طب دجلة والفرات في الخليج العربي. انا خلصت لك تضاريس قارة اسيا. تعالوا بسرعة نفتكر قارة اسيا بكل اللي فيها. اول حاجة لما جيت اكلمك على قارة اسيا قلت لك بيعدي فيها كام دائرة ارضية يا حلوين؟ ثلاثة. اقصى الشمال ايه؟ دائرة قطبية ايه شمالية، وبعدين مدار سرطان، وبعدين خط الاستواء. تمام. شمالها ايه؟ محيط قطبي شمالي معانا ده. شمالها محيط قطبي شمالي، شرقها المحيط الهادي ايدك اليمين، جنوبها المحيط الهندي.
الغرب عندنا قارة أوروبا. الغرب قارة إيه؟ أوروبا. بتفصل آسيا عن أوروبا، معايا سما؟ بتفصل آسيا عن أوروبا جبال أورال. بتفصل آسيا عن أوروبا جبال أورال. جبال أورال. عن أفريقيا بحر ومضيق. عن أفريقيا بحر ومضيق. آسيا جزرها كتير، يابان وفلبين. آسيا جزرها كتير، يابان وفلبين. يابان فوق السرطان، فلبين بين مدارين. يابان فوق السرطان، فلبين بين مدارين. فيها شبه جزيرة مالايو العربية. أكبر بحر مغلق، أكيد بحر قزوين. أكبر بحر مغلق، أكيد بحر قزوين. تقترب آسيا من أفريقيا في باب المندب. تقترب آسيا من أمريكا في مضيق بيرنج. كلمتك على تضاريسها. عندي جبال هضاب سهول. في نص آسيا جبال الهيمالايا. الهيمالايا شايفين مكانها فين؟ فيها أعلى قمة إيفرست. في الشرق جبال اليابان. في الشرق جبال اليابان. في الغرب زاجروس وطروس. في الغرب زاجروس وطروس. زاجروس بنلاقيها معوجة، موجودة في العراق وإيران. طروس في تركيا. أنا خلصت الجبال. طب الهضاب، عندي هضبة رخمة، رزلة، تبتة. التبت، الدكن شبه الجزيرة. التبت، الدكن شبه الجزيرة. سهول الساحلية كلها واسعة. طب الفيضية، عندي سهول الفيضية سيبيريا الشمالية. عندي سهول الفيضية سيبيريا الشمالية. أبويا سولينا. أبويا سولينا. قال لي فايدة لينا ملهاش قيمة اقتصادية، تتجمد في الشتاء. عندي سهول شرقية. عندي سهول شرقية منشوريا وشرق الصين. سهل منشوريا وشرق سهل الصين. راس وبطن الفيل. أهم نهر فيها ينجستي اللي محليها. نهر الينجستي هو اللي عملها. السند في الهندي. السند في الهندي. نهر السند بيصب في المحيط الهندي. طب دجلة والفرات في الخليج العربي. الخريطة دي فيها مشكلة؟ تعالوا نكمل. طيب، أول حاجة أنا هسأل كده، يلا يا ندى. أول حاجة المحيط ده إيه يا ندى؟ المحيط الهادي. برافو يا ندى. سما. اتنين، فين اتنين؟ نهر إيه ده؟ دي سهول سيبيريا، فيها نهر إيه من الشمال؟ اسمه إيه نهر ده اسمه إيه؟ عندي سهول فيضية سيبيريا الشمالية. ليا. يبقى دي مم. اسمها نهر إيه؟ أوب بقى، نهر أوب. أوب. واللي بعده نهر اسمه ينسي. نهر ينسي. ينسي. واللي بعده اسمه نهر لينا. يبقى ده لينا. كده أوب. وبعدين ثلاثة ينسي ينسي وأربعة ولينا. لينا. طب خمسة سهل ده، راس الفيل اسمه إيه؟ منشوريا. منشوريا. منشوريا منشوريا. شاطرة يا ماشي ماشي أنا ده منشوريا. منشوريا. أنزل تحت. سهل شرق الإيه؟ الصين. الصين. شرق سهل الصين. منشوريا وشرق الصين. راس وبطن الفيل فيها نهر اليانجستي. رقم سبعة اسمه نهر الايه؟ الإنجليزي. يانجستي. تمام. تمانية، ايه تمانية دي يا ولاد؟ تمانية دي جبال ايه؟ في نص آسيا عندي جبال الايه؟ جبال هيمالايا. برافو الهيمالايا التي عليكي، ترتبط جبال بإيفرست. الهيمالايا. في نص آسيا جبال الهيمالايا. الهيمالايا. الهيمالايا برافو. طيب، انا عندي هنا جبال 8، الهيمالايا 9. الهضبه الرخمه اللي فوق الهيمالايا اسمها ايه يا هضبة ولاد؟ التبت. برافو التبت. عليكي، برافو عليكي، هضبه التبت. ومين معانا غير ندى وسما؟ مين معانا غير ندى وسما؟ انا ميكس. انت ماشي. يحيى. يحيى. ماشي يا يحيى. عايزه اسمع صوتك كده، صوت الرجاله. ها، هنا هضبه تبت اسمها هضبه التبت. هضبه ايه؟ التبت. انزل التبت. تحت. التبت. الراجل ابو دقني ده كان اسمه هضبه ايه؟ الدكن. الدك. الدكن. الدك. برافو. ودي هضبه شبه الايه؟ الجزيرة الجزيره. الجزيرة العربية. العربية. احلى تالتة اعدادي. يبقى التبت، الدكن، شبه الجزيره. قلت ايه؟ التبت، الجزيرة. الدكن، شبه الدك. شبه الجزيرة. الجزيره. برافو. طيب رقم 12، انت فين يا رقم 12؟ 12 عندي جبال ايه 12؟ فين جبال زبروس. زجروس. فوق برافو رقم عليك، 11. متنيه. متنيه كده، جبال زجروس. زجروس، جبال زجروس. 13 فوق راسها جبال روس. جبال روس. روس. 14 ده بحر مغلق اسمه ايه يا ندى؟ بحر قزوين. قزوين. احلى تالتة اعدادي، بحر قزوين. برافو عليك. بعد كده عندي 15 تحت خالص. هنا المحيط ايه؟ المحيط هذا الهندي. الهندي. المحيط هندي. الهندي. جزر الهندي. اللي فوق اللي عند راس الفيل اسمها اليابان. جزر اليابان. يابان. برافو. تحت جزر الفيلبين. بيم. البين. دايرة عرض دي اسمها مدار ايه ولا خط ايه ده؟ الايه؟
الاستواء. الاستواء. لان عندي اقصى الشمال هنا دائره قطبيه شماليه، في النص هنا خط مدار السرطان، بعد كده دايره الاستواء. قاره اسيا فيها حاجه صعبه؟ لا. اعيدها ولا اخش على اللي بعدها؟ اللي بعدها. ندى. ندى تمام. ايوه تمام. طب يا ندى خلاص اوكي، خلونا بعد كده نخش على اللي بعدها. دي قارة أفريقيا. تعالوا نفتكر خدنا إيه في قارة أفريقيا في درس إيه؟ في الدرس الأولاني. قارة أفريقيا عدى عليها كام دايرة عرض رئيسية حلوين؟ 2. يا واد يا راجل، 3. 3. أقصى الشمال هنا عندي مدار إيه؟ هنا اسمه إيه ده؟ سرطان. مدار إيه؟ مدار السرطان. مدار السرطان. يبقى انا عندي في اقصى الشمال عندي مدار السرطان، وبعد هنا خط الايه الاستواء، وفي الجنوب عندي مدار الجدي. فلما اجي اقول لك قاره افريقيا يا ولاد بيعدي فيها كام دايره عرض رئيسيه؟ 3. سرطان، استواء، جدي. قاره افريقيا قاره من قارات العالم القديم، تاني قاره في المساحه، وقلت لك الموقع الفلكي ما عندناش نحفظه، المفروض اعرف بس بيعدي فيها كام دايره عرض. سرطان، استواء، جدي، 3 دوائر عرض رئيسيه. تعالوا نتعرف على موقعها الجغرافي يعني حدودها. مين حواليك يا قارة أفريقيا؟ في الشمال بحر متوسط بيفصلها عن وسط. قارة أوروبا. بيفصلها عن قارة إيه؟ أوروبا. الشرق البحر أوروبا. الأحمر والمحيط الهندي. شرق البحر الأحمر ومحيط هندي. الغرب الهند. عندي المحيط الأطلنطي، وقلنا ملهاش جنوب علشان بديل. ركز معايا، أدي قارة أفريقيا تاني أسرع حاجة. قارة أفريقيا قارة من قارات العالم القديم، تاني قارة في المساحة، عدى على 3 دوائر عرض. سرطان، استواء، جدي. سرطان، استواء، جدي. سرطان، وادي الاستواء وادي الجدي. ده كده مش عايزه اعرف حاجه تاني في الموقع الفلكي. طب جغرافيا حواليها ايه؟ عندي في الشمال بحر متوسط، بحر متوسط. في الشرق بحر احمر ومحيط هندي، بحر احمر ومحيط هندي. في الغرب محيط اطلنطي. في الغرب محيط ايه؟ اطلنطي. ملهاش جنوب علشان بديل. تعالوا نتعرف بقى على الجزر اللي فيها. انا عندي قلت افريقيا المره اللي فاتت، تقل بها الايه؟ الجزر. تقل بها الايه؟ الجزر. ايه الجزر اللي فيها يا ندى؟ جزيره مدغشقر الكبيره السقويه دي اسمها مدغشقر، وعندي هنا جزر القمر. جزر القمر. جزر القمر. يبقى انا عندي جزيره مدغشقر وجزر القمر. مدغشقر والقمر. تقل بها الجزر. مدغشقر والقمر، مدغشقر والقمر، مدغشقر والقمر. خلص افريقيا. سرطان، استواء، جدي. شمال بحر متوسط، شرقها بحر احمر ومحيط هندي، غربها محيط اطلنطي. فيها جزر بس قليله، دي افريقيا. تقل بها الجزر. جزيره مدغشقر وجزر القمر. مدغشقر وجزر القمر. تقترب افريقيا من اوروبا هنا في مضيق جبل ايه؟ مضيق جبل طارق. 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 برافو. تقترب افريقيا من اوروبا في جبل طارق. تقترب اوروبا من تقترب افريقيا من اسيا في مضيق باب المندب. اول كلمه اقول لك كلمه تقترب تقول لي مضيق. تقترب تقول لي ايه؟ مضيق. تقترب مضيق. افريقيا من اوروبا في جبل طارق، وبيفصلهم عن بعض بحر متوسط. طيب افريقيا من اسيا بباب المندب، وبيفصلهم عن بعض البحر ايه؟ الاحمر. البحر الاحمر. تعالوا نتكلم على تضاريس قاره اوروبا. تضاريس يعني ايه يا شباب؟ يعني جبال هضاب سهول. سؤال عندي مهم جدا في قاره افريقيا، بيقول لك يسود افريقيا المظهر الهضبي. يعني ايه يسود افريقيا المظهر الهضبي؟ يعني ينتشر فيها الهضاب. ليه؟ اغلب مساحه افريقيا هضاب. اول ما يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر يسود افريقيا المظهر الهضبي، اقول له لان الهضاب تشغل مساحه واسعه بها. يعني عايز يقول لك بالبلدي كده، افريقيا لو بصيت لها هتلاقي فيها هضاب كتير. ليه؟ لان الهضاب تشغل مساحه واسعه بها. بسميها افريقيا الهضبيه. افريقيا فيها كميه كبيره من الهضاب. اغلب مساحه افريقيا هضاب، فاغلب سطحها سطح الارض مفروش بالهضاب. يسود يعني ينتشر في افريقيا المظهر الهضبي. اقول له لأن الهضاب تشغل مساحة واسعة بها. يسود في أفريقيا المظهر الهضبي لأن الهضاب تشغل مساحة واسعة به. يبقى أكتر حاجة منتشرة في أفريقيا عندي هي الهضاب. هي الهضاب. طيب تعالوا نشوف
قارة أفريقيا دي الجبال بتاعتها القارة الإفريقية جبالها ساحلية. يعني إيه ساحلية؟ يعني على الأطراف. القارة الإفريقية جبالها ساحلية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. جبال أطلس هنا في الشمال الغربي، وجبال البحر الأحمر هنا جنب البحر الأحمر، وجبال تحت في الجنوب اسمها دار كنزبرج. يعني أنا عندي بيت لقيت كنز رحت بانية برج. دار كنز برج. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. في بنت اسمها كينيا. بنت اسمها كينيا هنا جبل اسمه جبل كينيا بتكلم كليمانجارو. كليمانجارو كلم جارها، بتكلم جارها ومستخبية في الشرق هنا عشان محدش يشوفها. كينياوي كليمانجارو. كينياوي كليمانجارو في الشرقي متدارية. كينيا فوق البحر دايرة الاستواء، كليمانجارو تحت. في الحتة المتنية لجوه دي جبال كليمانجارو. كليمانجارو. الجبال خلصت، ارجع لي تاني. أصل القارة الإفريقية جبالها ساحلية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. كينيا كليمانجارو. كينيا وكليمانجارو في الشرقي متدارية. يبقى لما اجي اقول لك الجبال بتاعت افريقيا موجوده فين، تقول لي على السواحل، على الاطراف. يبقى القاره الافريقيه جبالها ساحليه. جبال اطلس. جبال اطلس وجبال البحر الاحمر وجبال دار كنزبرج. دار كنزبرج. وعندي في الشرق متداري هنا كينيا وكليمانجارو. كينيا وكليمانجارو. كينيا وكليمانجارو في الشرقي متدارية. طيب، جبال أطلس يا ولاد تقع في دولة تونس والمغرب والجزائر، مساحتها كبيرة جدا. جبال أطلس خدناها قبل كده في تانية إعدادي إن في النص فيها هضبة الشطوط. جبال برضو البحر الأحمر هنا جبال تمتد هنا بطول البحر الأحمر، ودي نوع جبال انكسارية. في الجنوب عندي دار كنزبرج أقصى جنوب القارة، وعندي في الشرق جبل كينيا وجبل كليمانجارو. انا كده خلصت لك الجبال بتاعت قارة افريقيا. اخر مرة، اصل القارة الافريقية جبالها ساحلية. اطلس والبحر الاحمر ودراكنز البرجية. كينيا وكليمانجارو في الشرقي متدارية. طب الهضاب. الهضاب انا لسه قايله يا سود افريقيا المظهر الهضبي. انا عندي في الشمال هضبة الصحراء الكبرى. هضبة الصحراء الايه الكبرى، هضبة كبيرة. هضبة الصحراء الكبرى دي اكبر هضبة في افريقيا، تمتد من عند البحر المتوسط لحد وسط افريقيا، ومن البحر الاحمر شرقا لحد المحيط الاطلنطي غربا. دي اكبر واوسع هضبة، هضبة الصحراء الكبرى. يبقى عندي اكبر هضبة هنا اسمها هضبة الصحراء الكبرى، دي اللي فيها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. انزل تحت. انزل تحت يبقى في الجنوب، يعني طالما هنزل في الجنوب يبقى اسمها هضبة جنوب. هضبة جنوب افريقيا. هضبة جنوب افريقيا. عندي بعد كده هضبتين مهمين بتخرج منهم منابع نهر النيل، اثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية. عندي هضبتين مهمين تخرج منهم منابع النيل، يعني بينبع منهم نهر النيل. هضبة اثيوبيا مكانها فين؟ جنوب البحر الاحمر هنا. هنا هضبة اثيوبيا بتدي لنهر النيل ميه في فصل الصيف بامطارها موسميه، وهضبة البحيرات الاستوائيه دي امطار طول العام. ده سؤال بما تفسر. اذكر اهميه هضبتا، يعني اتنين. اثيوبيا والبحيرات الاستوائيه الهضبتين دول مهمين ليه؟ ينبع منهم روافد نهر النيل. ينبع منهم روافد نهر النيل. انا خلصت لك الهضاب. اصل خلي بالك ان الهضاب منتشره جدا في افريقيا. اكبر هضبه عندي هضبه الصحراء الكبرى. هضبه الصحراء الكبرى اللي فيها الصحراء الشرقية والغربية. لو هنزل تحت يبقى اسمها هضبة جنوب أفريقيا. هضبة جنوب أفريقيا. طب أنا عندي في النص هضبتين، هضبة أثيوبيا وساعات يطلق عليها هضبة الحبشة، الاتنين صح. هضبة أثيوبيا والبحيرات الاستوائية. اذكر أهمية أثيوبيا والبحيرات الاستوائية. ينبع منهم روافد النيل. ينبع منهم روافد النيل. عندي هضبتين مهمين يخرج منهم روافد النيل، أثيوبيا والبحيرات الاستوائية. أنا خلصت لك الجبال وخلصت لك الهضاب. تعالوا نشوف السهول. السهول الساحلية بتاعت قارة آسيا، يعني السواحل ضيقة ولا واسعة؟ يا حبيبي ده أنا قلت لك القارة الإفريقية جبالها ساحلية. الجبال على الأطراف يبقى الشاطئ ضيق. السهول الساحلية، بصوا الشاطئ الأصفر ده ضيق إزاي؟ شواطئ ضيقة. نفس الوضع، بصوا الشاطئ هنا ضيق إزاي؟ الشواطئ ضيقة.
دار كنزبرج. بص الشاطئ ضيق ازاي، الرمل هنا قدامها ضيق ازاي. يبقى السهول الساحليه ضيقه لاقتراب الجبال من سواحلها، لاقتراب الجبال من سواحلها. طب السهول الفيضيه، ايه السهول الفيضيه دي كمان؟ قال لي السهول الفيضيه، السهول الفيضيه يعني الانهار، السهول اللي كونتها الانهار. ايه السهول اللي عندي؟ انزلي من تحت هنا، من عند خط الاستواء عندي نهر اسمه نهر الكونغو. نهر ايه؟ الكونغو. نهر الكونغو. ابنك الكونغو ده، ابنك كونغو بيتنطط، ده بيصب الميه بتاعته في المحيط الاطلنطي. نهر الكونغو. الكونغو من تحت لفوق، هبدأ بالانهار. الكونغو، الكونغو، نهر الكونغو بيصب الميه بتاعته في المحيط الاطلنطي. واطلع فوق شويه هلاقي نهر النيجر. نهر النيجر، نهر النيجر بيصب الميه بتاعته في خليج غينيا، في خليج غينيا. الكونغو، نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. دي السهول الفيضيه بتاعتي اللي كونتها الانهار. نهر النيل بيصب الميه بتاعته في البحر المتوسط. انا كده خدت كام نهر؟ 3. ابدا من عند خط الاستواء من تحت هنا الكونغو. الكونغر ده اللي بيشيل ابنه في بطنه بيقعد يتنطط لحد ما بينزل في المحيط الاطلنطي. النيجر غني بالحديد. نيجر، 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 عارفين شيبسي تايجر وسيطر؟ نيجر او البنجر كده. النيجر، النيجر هيصب الميه بتاعته في خليج غينيا ندى، خليج غينيا، خليج غينيا. نهر النيل اكبر انهار، اكبر نهر في العالم هنا نهر النيل. نهر النيل هو اللي مسيطر على كل الانهار وبيصب الميه في المتوسط. الانهار بتاعتي الكونغو، نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. الكونغو، نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. كان في عندي هضبة تحت خارج منها نهرين، مصاصة وعصير. ايه مصاصة وعصير؟ ايه مصاصة وعصير دي؟ انا عندي هنا خارج منها نهر اسمه نهر لمبوبو. لمبوبو، ايه لمبوبو؟ لمبوبو، ايوه، نهر لمبو. يلا يا نهر لمبوبو. لمبوبو، نهر هنا لمبوبو بيصب في المحيط الهندي. لمبوبو في الهندي، لمبوبو في الهندي. والعصير اللي اسمه اورنج، عصير اورنج. اورنج، اورنج، اورنج هنا بيصب في المحيط الاطلنطي. يبقى انا عندي لمبوبو في الهندي ونهر اورنج هنا اسمه اهو نهر اورنج بيصب في المحيط الايه الاطلنطي. انا خلصت لك كل الانهار وكل تضاريس قاره افريقيا، وتعالى نفتكرها تاني. بس قبل ما نفتكرها تاني ارجع لي تاني في الانهار. الكونغو اللي اسمها باللون المفدى، الكونغو، نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. الكونغو، نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. لمبوبو في الهندي، اورنجي في الاطلنطي. ادي لمبوبو مصاصه واورنج عصير. لمبوبو في الهندي ومصب مهم جدا وبيجي في الامتحان، واورنج في الاطلنطي. ارجع لي تاني، انا بكلمك على قاره افريقيا. قاره افريقيا بيعدي فيها كام دايره عرض يا حلوين؟ 3. مركز معايا يا عبد الرحمن. عندي سرطان، استواء، جدي. سرطان، استواء، جدي. قاره افريقيا شمالها بحر متوسط ماشي بيفصلها عن اوروبا، شرقها بحر احمر ومحيط هندي ومحيط هندي، غربها محيط اطلنطي. ملهاش جنوب علشان بديل، ملهاش جنوب علشان بديل. تمام. خلي بالك قلت لك تقترب افريقيا من اوروبا في جبل طارق، جبل طارق، جبل طارق. تقترب افريقيا من اسيا في باب المندب، باب المندب. افريقيا، افريقيا بالقاف تقل بها الجزر. جزيره اسمها هنا جزيره مدغشقر، مدغشقر الكبيره المقلبظه دي. وعندي هنا جزر القمر، جزر القمر. تعالوا نتكلم على تضاريسها. يعني جبال، هضاب، سهول. اصل القاره الافريقيه جبالها ساحليه، أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. كينياوي كليمانجارو في الشرقية الدارية. كينيا بتكلم جارها. كينيا وكليمانجارو في الشرقية الدارية. كينياوي كليمانجارو في الشرقية الدارية. دي الجبال بتاعتي. يسود أفريقيا المظهر الهضبي لأن الهضاب تشغل مساحة واسعة به. عندي هضبة الصحراء الكبرى، انزل تحت يبقى هضبة جنوب أفريقيا. وبعدين عندي هضبتين مهمين تخرج منهم منابع النيل، ينبع منهم نهر النيل، بيدوا لنهر النيل ميه. هضبة اثيوبيا هنا عند البحر الاحمر، وهضبة البحيرات الاستوائيه. اثيوبيا والبحيرات الاستوائيه اهميتهم ايه؟ ينبع منهم روافد نهر النيل، ينبع منهم روافد نهر النيل. السهول الساحليه ضيقه لاقتراب الجبال من سواحلها،
اما الفيضيه كونتها الانهار سهول اسمها ايه؟ الكونغو 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 نهر النيجر نهر النيل بيسيطر الكونغو نهر النيجر نهر النيل بيسيطر مصاصه وعصير لمبوبو في الهندي اورنجي في الاطلنطي لمبوبو في الهندي بيعدي اورنجي عليها في 3 دوائر عرض رئيسيين اللي هم سرطان اللي هم استواء اللي هو مدار الجدي. 3 دوائر عرض رئيسية، أيوة، سرطان استواء جدي. شمال قارة أفريقيا في البحر المتوسط، الشرق البحر الأحمر والمحيط الهندي، الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى بحر متوسط، بحر أحمر، محيط هندي، الغرب محيط أطلنطي. أفريقيا تقل بها الجزر، جزيرة مدغشقر هي الكبيرة دي، وبعدين جزر القمر، مدغشقر والقمر، مدغشقر والقمر. طيب ايه تاني؟ قلنا تقترب أفريقيا من أوروبا في جبل طارق، تقترب أفريقيا من آسيا في باب المندب، باب المندب. تعالوا نتكلم بقى على قارة أفريقيا. القارة الإفريقية جبالها ساحلية، أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية، أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. كينياوي كليمانجارو في الشرق مدارية، كينيا هنا فوق الاستواء، كليمانجارو تحت. كينياوي كليمانجارو في الشرق مدارية، دي الجبال. طيب الهضاب. يسود أفريقيا المظهر الهضبي لأن الهضاب تشغل مساحة واسعة بهضبة الصحراء الكبرى. هضبة الصحراء الكبرى دي اللي فيها الصحراء الشرقية والصحراء الايه الغربية. هضبة الصحراء الكبرى، هضبة الصحراء الكبرى لما انزل تحت يبقى اسمها هضبة جنوب أفريقيا، اسمها هضبة جنوب أفريقيا. عندي هضبتين مهمين تخرج منهم منابع النيل، هضبة أثيوبيا وهضبة البحيرات الاستوائية. اذكر أهمية هضبة أثيوبيا والبحيرات الاستوائية. ينبع منهم روافد نهر النيل، ينبع منهم روافد نهر النيل. السهول الساحلية، الشاطئ ضيق، ضيق لاقتراب الجبال من سواحلها، الشاطئ ضيق لاقتراب الجبال من سواحلها. أما السهول الفيضية، أنا عندي نهر الكونغو، الكونغو تحت، الكونغو نهر النيجر نهر النيل ميسيطر، الكونغو نهر النيجر نهر النيل ميسيطر. لمبوبو في الهندي أورنجي في الأطلنطي، لمبوبو في الهندي أورنجي في الأطلنطي. أنا قلت لك أسامي الأنهار: الكونغو نهر النيجر نهر النيل ميسيطر، لمبوبو في الهندي أورنجي في الأطلنطي. في بقى حاجة كمان اسمها سهول صحراوية. السهول الصحراوية الهوا هو اللي عملها، الرياح بتتحرك الرمل من مكان لمكان تاني، فعملت لي بحر هنا اسمه بحر الرمال العظيم في الحتة دي بين مصر وليبيا. بحر اسمه بحر الرمال العظيم في الحتة اللي أنا بشاور عليها دي، بحر الرمال العظيم. ليبيا بتسمي البحر ده كلانشو، ليبيا بتسميه كلانشو. أنزل تحت هنا في برضه كمية رمل اسمها صحراء كالهاري كالهاري كالهاري، تحت موجودة هنا عند مدار الجدي. يبقى هنا سهول صحراوية، بحر الرمال العظيم، انزل تحت كالهاري كالهاري في جنوب أفريقيا يا غالي. طيب تعالوا نحل عليها، ولو فيها حاجة صعبة نرجع لها تاني. قارة أفريقيا. طيب تعالوا القارة دي كده كده، تعالي تعالي، لا تكبر تكبر تكبر، شايفينها كده؟ هي دي أفريقيا؟ أو ربنا. المحيط فين رقم واحد؟ الحتة دي ده محيط إيه؟ الحتة دي محيط إيه؟ أطلنطي. المحيط أطلنطي. الأطلنطي، صح، يبقى ده المحيط إيه؟ الأطلنطي. أطلنطي. اتنين، أقصى الشمال هنا بحر إيه؟ يا مريم بحر إيه ده؟ المتوسط. متوسط. المتوسط. تلاتة، البحر إيه ده يا ولاد؟ الأحمر. 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 أحمر. مضيق إيه يا ندى ده؟ ندى مضيق إيه؟ مضيق باب المندب. برافو عليكي. المقلبظة دي جزيرة إيه؟ مدغشقر. شاطرين شاطرين. رقم ستة، جبال، جبال الستة دي جبال إيه؟ أطلس. جبال أطلس. أطلس، برافو. رقم سبعة، نهر إيه ده؟ أنا مش عارف اسم النهر بس أنا حافظهم من تحت نهر لفوق. النيجر. برافو. الكونغو تحت ونهر النيجر نهر النيل ميسيطر، يبقى ده الكونغو تحت، هنا فوق نهر النيجر. سبعة دي نهر إيه؟ النيجر. النيجر. برافو عليكم. طيب تمانية، فين تمانية؟ تمانية جبال، الجبال دي اسمها جبال الإيه؟ البحر الأحمر. البحر برافو الأحمر. عليكم، البحر جبال الأحمر. البحر الأحمر. طب تسعة، ده نهر إيه؟ أول واحد اتكلمنا عليه نهر إيه؟ كونغو. النيل، كونغو. الكونغو، برافو النيجر. عليك.
الكونغو تحت، الكونغو واطلع فوق نهر النيجر. ده الكونغو تحت، الكونغو اللي بيتنطط وبيصب المية بتاعته في المحيط الأطلنطي نهر الكونغو. طب رقم 10، الهضبة اللي تحت دي أنا مش عارف اسمها، بس الهضبة دي في جنوب أفريقيا أفريقيا يبقى اسمها جنوب إيه؟ أفريقيا هضبة جنوب أفريقيا. أفريقيا. برافو عليك. 11، النهر اللي بيصب ده رايح ناحية المحيط الأطلنطي، في الهندي. أورنج. لا، لمبوبو. لومبوبو. في الهندي لمبوبو فين؟ في الهندي المصاصة، مصاصة لمبوبو. لمبوبو في الهندي، لمبوبو في الهندي. طيب أنا عندي هضبة هنا تحت جبال تحت البحر الأحمر، اسمها هضبة إيه؟ هضبة أثيوبيا. برافو عليك يا مريم، هضبة أثيوبيا، هضبة أثيوبيا. طيب لو أنا نزلت تحت هنا وشاورت على هضبة رقم 15، عارفين دي هضبة إيه اللي عند خط الاستواء؟ البحيرات البحيرات الاستوائية. الاستوائية. عندي هضبتين مهمين تخرج، بص انا طلعت بينهم نهر النيل ازاي. عندي هضبتين مهمين تخرج منهم منابع النيل، اثيوبيا اللي هي الحبشة، وهضبة البحيرات الاستوائية ينبع منهم روافد نهر النيل. تمام. طيب تعالوا نشوف رقم 13، مضيق ايه اللي فوق ده اللي بين قارة افريقيا وقارة جبل طارق. اوروبا؟ برافو عليك، جبل طارق. رقم 14، 14 في جبل تحت اسمه ايه؟ بيتك اسمه دار، دار دار كنز برج، دار كنز ايه؟ برج. طيب رقم 15 قلناها هضبة اثيوبيا خلاص. قال لك 16 مدار ايه؟ فين 16 هنا؟ في فوق في الشمال، ده اسمه ايه؟ السرطان. سرطان، سرطان. طب اللي هنا ده اسمه ايه؟ استواء. استواء. طب لو شاورت تحت هقول لك مدار الايه؟ الجدي. الجدي. اصل القاره الافريقيه، استنى، عدى فيها كام دايره عرض يا حلوين؟ 3. ثلاثة. سرطان استواء جدي، سرطان استواء جدي. طيب قارة أفريقيا شمالها بحر متوسط، شرقها أحمر ومحيط هندي، غربها محيط أطلنطي. بيفصل أفريقيا عن أوروبا جبل طارق. تقترب أفريقيا من أوروبا في جبل طارق، أفريقيا من أوروبا في جبل طارق، أفريقيا من آسيا في باب المندب. باب المندب فيها جزيرة مقلبظة مدغشقر، والصغننة اسمها جزر القمر. القارة الإفريقية جبالها ساحلية، ساحلية. القارة الإفريقية جبالها ساحلية. أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية، أطلس والبحر الأحمر ودراكنز البرجية. كينيا هنا، كينياوي كليمانجارو في الشرقي مدارية، كينياوي كليمانجارو في الشرقي مدارية. أنا عندي هضبة اسمها هضبة الصحراء الكبرى، فيها الصحراء الشرقية والغربية. أنزل تحت ألاقي هضبة جنوب أفريقيا، عندي هضبتين مهمين تخرج منهم منابع النيل، اثيوبيا والبحيرات الاستوائيه. السهول الساحليه كلها ضيقه لاقتراب الجبال من سواحلها. اما الفيضيه يعني عايز اسم الانهار، اول ما اقول لك سهول فيضيه بيكونها الانهار انزل من تحت لفوق. الكونغو نهر النيجر، نهر النيل مسيطر، الكونغو نهر النيجر، نهر النيل مسيطر. لمبوبو في الهندي، اورانجي في الاطلنطي، لمبوبو في الهندي، اورانجي في الاطلنطي. صعبه افريقيا. ندخل على اللي بعدها بقى، آخر قارة عشان يبقى احنا كده تمام. يلا اللي بعدها، لا مش دي. يلا أحلى قارة، هو احنا هناخد آخر واحدة قارات بس. العالم القديم. هناخد واحدة بس، هناخد بس قارة أستراليا عشان هما فيهم شبه من بعض، وبعدين التلات قارات التانيين هتبقى يوم الجمعة إن شاء الله. هنسيب أوروبا المرة الجاية والأمريكتين، وهناخد دلوقتي أستراليا. اشمعنى أستراليا؟ أصل غنططة ومحندقة وشبه أفريقيا، وعايزة أعمل بينهم مقارنة حالا. تعالوا مع بعض نشوف ألذ قارة عندي، قارة أستراليا. أيوة الصغنططة دي، أيوة قارة أستراليا. تسمى أستراليا القارة الأوقيانوسية، عدى عليها مدار واحد بس اللي هو مدار الجدي. تعالوا نغير القلم ده، تعالى تعالى قلم أزرق غامق أهو. تعالى أوكي. قارة استراليا عدى عليها مدار واحد بس، هو مدار ايه؟ مدار الجدي. قلت لك استراليا مدار الجدي، متجوزة جدي. استراليا مدار الايه؟ مدار الجدي. استراليا شمالها بحر أرافورا، برافو عليا. فصلت آسيا الكبيرة عن استراليا الصغننة أرافو، أرافورا تفصلها عن أندونيسيا. الشرق يا ندى محيط هادي، الغرب يا ندى هندي، والجنوب هندي برضو. يبقى خلي بالك ادي قارة استراليا. تسمى استراليا قارة أوقيانوسية، استراليا قارة أوقيانوسية.
عندي بيعدي فيها مدار الجدي، مدار الجدي. شمالها أرافورا تفصلها عن أندونيسيا، شمالها أرافورا تفصلها عن أندونيسيا. في الشرق محيط هادي، في الشرق محيط هادي. غرب وجنوب هندي، غرب وجنوب هندي. أنا ملاحظ إن أستراليا مفيش حواليها يابس، مفيش حواليها أرض صلبة. إيه ده؟ يحبها المياه من جميع الجهات، تبقى أستراليا جزيرة. السؤال: ليه تسمى أستراليا جزيرة؟ جزيرة لأن يحيط بها المياه من جميع الجهات. أستراليا برضو زي صاحبتها آسيا وأوروبا يقصر بهما الجزر. أستراليا فيها جزر كتير جديدة. نيو يعني جديدة. نيوزيلندا، نيوزيلندا الشمالية، نيوزيلندا الجنوبية، وراس البقرة تسمانيا اللي هنسمينها دي راس البقرة. حبيبي خلي بالك، اللي انا مش بقوله على الخريطه ده مش مطالب بيه تحفظه. يعني بحر المرجان، خليج مش عارفه ايه، بحر تيمور، مالكش دعوه بدي. جزر سولومون والحاجات دي مش مطالب بيها تحفظها. المطالب بيه المعلومات اللي عندنا بس، اللي انا بقولها لك عليها دي اللي تتحفظ بس. يبقى ارجع معايا تاني. قاره استراليا بيعدي عليها دايره واحده بس، اللي هو مدار الجدي. دي اهم دايره عندي رئيسيه. شمالها ارافورا تفصلها عن اندونيسيا، شمالها ارافورا تفصلها عن اندونيسيا. الشرق محيط هادي، الشرق محيط هادي. غرب وجنوب هندي، غرب وجنوب هندي، غرب وجنوب هندي. طيب خلي بالك فيها ايه؟ جزر كتير وجديده عشان دي قاره جديده. نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه، وراس البقره تسمانيا. نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه، وادي راس البقره اللي بنسميها تسمانيا. بنسميها ايه؟ تسمانيا. 8. طيب خلي بالك، انا عايزه اتكلم بقى. قلت لك ان استراليا تعتبر جزيره لان المياه بتحيط بها من جميع الجهات. الجبال: استراليا غلبانه ما عندهاش الا جبل واحد بقى. قالت الحاجز الكبير موجود فين؟ في اجزاء في الشمال الشرقي والجنوب. جبل واحد بس كبير مقسوم نصين على شكل قوس، الحاجز الكبير. الشمال الشرقي والجنوب، الشمال الشرقي والجنوب، الشمال الشرقي والجنوب، اسمها جبال الحاجز ايه؟ الكبير. عشان استراليا غلبانه ما عندهاش الا جبل واحد بس، قالت له: قلب ماما، انت قلب استراليا. القلب الأسترالية تسمى جبال الحاجز الكبير باسم القلب الأسترالية. القلب ايه؟ القلب الأسترالية. يبقى أنا عندي جبل واحد بس اسمها جبال الحاجز الكبير، جبال الحاجز الكبير في الشمال الشرقي والجنوب. عندي هضبة كبيرة قوي، الحتة دي كلها، الحتة دي كلها اسمها الهضبة الغربية، دي كبيرة جدا. يبقى الحاجز الكبير والهضبة الغربية، الحاجز الكبير والهضبة الغربية. يبقى جبل واحد وهضبة واحد، جبل واحد وهضبة واحد، جبل واحد وهضبة واحد. جبل الحاجز الكبير قلب استراليا، وهضبة كبيرة اسمها الهضبة الغربية. أنا ملاحظ إن أغلب مساحة أستراليا هضاب زي أفريقيا. إيه ده؟ تتشابه، ده السؤال المتشابه، تتشابه تضاريس أستراليا وتضاريس أفريقيا إن الاتنين يسودهم المظهر الهضبي، لأن الهضاب تشغل مساحة واسعة بهما. يعني أستراليا وأفريقيا إن الاتنين نسبة الهضاب كبيرة، تشغل الهضاب مساحة واسعة بها، تشغل الهضاب مساحة واسعة بها. فلما يجي يقول لك ايه وجه الشبه بين استراليا وافريقيا؟ ان الاتنين نسبة الهضاب كبيرة فيها، الهضاب واسعة فيها، تشغل بهما او اغلب مساحتهم هضاب. الجبال: جبل واحد الحاجز الكبير، هضبة واحدة الهضبة الغربية. حلو. السهول الساحلية يعني الشاطئ عامل ازاي؟ الشواطئ واسعة كلها ما عدا الناحية الشرقية دي. ليه؟ طالما الجبل قفل على المية، الجبل هنا جه ناحية المحيط الهادي ودخل كده ناحية المحيط الهادي، يبقى السهول الساحلية دي ضيقة. كل السهول الساحلية واسعة بتاعت أستراليا ما عدا الناحية الشرقية. ليه؟ لاقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. طب أنا نسيت الإجابة في الامتحان وقال لك ضيق السهول الساحلية شرق أستراليا. أول ما يقول لي أي حتة ضيقة، أي ساحل سهول ساحلية ضيقة وأنا مش فاكر، اقول له لاقتراب الجبال من سواحلها وتاخد الدرجه كامله. لاقتراب الجبال من سواحلها، لاقتراب الجبال من سواحلها يعني من الشاطئ بتاعها. طب حلو، لاقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي صح، ولاقتراب الجبال من سواحلها صح. طيب ادي السهول الساحليه. السهول الفيضيه انا عندي نهرين بس. نهر هنا اسمه ميري، شايف اللي تحت ده؟ اللي تحت ده البت ميري اشترت دار جديد لنج. ادي نهر ميري تحت، نهر ميري، ميري تحت ودار لينج فوق. دار لينج، دار لينج، ميري تحت يا جماعة، هنا نهر ميري تحت،
ادي ميري وادي دارلينج، يبقى الفرع اللي تحت ده ميري واللي فوق دارلينج. ميري اشترت دار جديد وقالت لازم اعزم خالي الكبير يجي يزورني عشان يصبوا الميه بتاعتهم في الخليج. خليج إيه؟ استراليا، يبقى اسمه خليج استرالي كبير. خليج استراليا اسمه خليج استرالي ايه كبير. قارة استراليا خلصت بسهولة كده؟ فيها شوية رمل موجودين فيها في الوسط والغرب، سهول رملية، سهول كوناتها رياح، اللي هي السهول الصحراوية كوناتها الرياح زي الصحراء الرملية الكبرى اللي فيها. قارة استراليا خلصت، ايوه. خلصناها كلها، ايوه. طب عدلنا عليها اتنين عشان نحل. تمام. اول حاجه عندي قاره استراليا عدى عليها خط مدار دايره واحده بس، اللي هو مدار الجدي. الدايره العرض الرئيسيه فيها مدار الجدي، يبقى قاره استراليا فيها مدار ايه؟ فيها مدار الجدي. مدار الجدي. قاره استراليا فيها مدار الجدي، ايوه. شمالها ارافورا تفصلها عن اندونيسيا. شمالها ارافورا تفصلها عن اندونيسيا. في الشرق محيط هادي. في الشرق محيط هادي. غرب وجنوب هندي. غرب وجنوب هندي. استراليا جزيره يحيط بها المياه من جميع الجهات. استراليا جزيره يحيط بها المياه من جميع الجهات. فيها جزر جديده: نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه، وراس البقره تسمانيا. نيوزيلندا الشماليه، نيوزيلندا الجنوبيه، راس البقره تسمانيا. تسمانيا اللي بنسمنها دي. طب جبل واحد وهضبه واحده. جبال الحاجز الكبير قلب ماما، قلب استراليا، القلب الاستراليه. الحاجز الكبير والهضباء الغربيه. الحاجز الكبير والهضباء الغربيه. السهول الساحليه كلها واسعه ما عدا الناحيه الشرقيه لاقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. فيها نهرين يا ولاد. النهر اللي تحت اسمه ميري. البت ميري اشترت دار، يعني بيت جديد لنج. ميري دارلينج. ميري دارلينج. ميري تحت، دارلينج فوق. هيروحوا يزوروا مين؟ خالهم الاسترالي الكبير. خليج استرالي كبير. دي قارة استراليا، يبقى خليج استرالي كبير، والاسم ده بيجي كتير قوي في الامتحان. خليج استرالي كبير. طيب فيها سهول صحراوية، ايوه، في صحراء رملية كبرى. طيب اعيد فيها حاجة تانية ولا نحل شباب؟ نحل. بحر ايه ده؟ بحر ايه؟ بحر أرفورا. أرافورا. برافو برافو. يا عبد الرحمن. جزيرة تحت دي راس البقرة اسمها ايه يا عبد الرحمن؟ تسمانيا. تسمانيا. ندى. تلاتة المحيط ايه ده يا ندى؟ ندى. أيوة، ده المحيط ايه؟ المحيط الهادي. المحيط الهادي. أربعة يا مريم. المحيط الايه؟ ده المحيط الهندي. المحيط الهندي. خمسة دايرة عرض ايه يا سما؟ مدار الجدي. مدار الجدي أو دايرة عرض الجدي. طب ستة خليج ايه يا استرالي ندى؟ كبير. يا واد يا واد كنت خليج الأسترالي كبير. أنا عايزة ندى تقول لي رقم سبعة. سبعة دي جبال ايه يا ندى؟ لا، 7 جبال الحجاز الكبير. الحاجز الكبير. طب ندى طلعت سبعة دي. طب سبعة دي ايه يا ندى؟ النهر ده اسمه ايه؟ شايفة انا برسم ايه تحت نهر ده؟ دارلينج. لا يا ندى، اللي تحت ده اسمه نهر ايه؟ اللي نازل ميري ده. ميري. طب تمانية اللي فوق راسه ده اسمه ايه بقى؟ دارلينج. دارلينج. يبقى اللي تحت ده ميري، اللي فوق دارلينج. طيب في هضبة كبيرة هنا يا سما، اسمها الهضبة الايه؟ يا سما، الهضبة ايه دي؟ الهضبة الغربية اللي هي الهضبة بتشغل نص الغربية. برافو عليك. الغربية. برافو عليك. طيب احنا كده خلصنا كل قارة استراليا. هنسألكم فيها بسرعة كده تاني. شمال ده بحر ايه؟ شمال بحر أرافورا. 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 شمال أرافورا. بحر أرافورا. أرافورا. شرقها محيط هادي. 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 غربها هادي. وجنوبها محيط هندي. الغرب والجنوب هندي. محيط ايه؟ هندي. هندي. تمام. هنا عندي مدار الجدي في هندي. النص. جدي. عندي مدار الجدي. عندي هنا جبال اسمها الحاجز الكبير أو القلب الكبير. الأسترالية. وعندي هنا الهضبة الغربية. النهرين اللي بيبص لتحت ده ميري هي اللي تحت، دارلينج فوق. ميري تحت، دارلينج فوق. هيصبوا المية بتاعتهم في الخليج الأسترالي الكبير. راس البقرة دي تسمانيا. طب لو رسم لي جزيرة الحتة دي أقول له نيوزيلندا الشمالية، تحتها نيوزيلندا أقول له نيوزيلندا الشمالية. الجنوبية. كده نيوزيلندا التلات الجنوبية. خرايط دول اتحفظوا صم.